بيقدم حاجات كتير قوي كلها مجانا، أنشطة للأطفال وللكبار وللشباب وللسيدات، كل ما يقدم في قصر خديجة مجانا، مفيش جنيه واحد بيدفع، مفيش تيكت دخول، مفيش أي مصاريف لعروض ولا حفلات ولا كله مجانا الحمد لله، وده علشان حلوان تستحق ذلك. فنطلب من أهل حلوان إن هي تستفيد من هذا العرض والجهد اللي بتقدمه مكتبة الإسكندرية من خلال قصر خديجة. أشكر تاني باشمهندس ياسر على يعني عناء مشواره، جاي من مشوار رغم العاصفة ولكن يعني قال لي لا خلاص احنا ادام وعدنا الناس فلازم نيجي. شكرا جزيلا للباشمهندس، وشكرا ليكم طبعا برضه على الحضور، ونستمتع بقى كلنا باللقاء وبالكلام الممتع اللي قلنا باشمهندس ياسر. كشف حالا يا فندم. حاضر. بشكر صديقي العزيز دكتور ايمن منصور على هذه الاستضافه، وان شاء الله يعني الصالون بتاع حكاياته عامه مش اتفقنا خلاص ان يكون في شكل دولي صالون حكايات العامه اطامش، هيتعمل ان شاء الله هنا زي ما بيتعمل في السناري وبيتعمل في اماكن كتير، ان شاء الله هيبقى محطه من المحطات في قصر خديجة ان شاء الله. وبشكر جميع الحاضرين فردا ويعني خص بالذكر طبعا ابناء حلوان اللي شرفونا، الاستاذ محمد سعيد والاستاذ عبيد الدالي ومن جاءوا من خارج حلوان وتجشموا مشقه السفر وعداء السفر. بشكر الاستاذ وليد طبعا الفنان الجميل على حضوره اللي هنستمتع بالفن الجميل ان شاء الله. واللي جاءوا بقى من خارج الحلوان طبعا استاذ بحيري وعم دهب واستاذ علي محمد وحبيبي عماد ابو العلا وكل الحضور، الاستاذ بسيوني عماره الفنان الجميل برضه هيساعدنا بان احنا نسمع حاجه من اغانيه حلوه، والاستاذ عبد الصمد الحكواتي وكل الحضور. واسف ان انا لو نسيت حد من الموجودين. يعني في الحقيقه يعني قبل ما اجي كان في حوار امبارح دار بيني وبين الدكتور ايمن ان احنا ناخر الندوه يعني نغير الموعد، فانا تمسكت يعني بان احنا نعملها في ميعادها، واحساسي كان بيقول ان مفيش عاصفه يعني احساس داخلي كده بيقول. وبعدين بعد مجهود كبير من الدعايه واخبار نزلت في كل مكان هنفقد مصداقيتنا يعني. والعدد ما شاء الله يعني الحضور كويس، رغم ان يعني في ناس كتير اعتذرت، يعني كنت متوقع هيكون اكتر من كده، بس ايه في ناس كتيره بتخاف. انا عن نفسي يعني لو كنت مدعو ما كنتش هاجي بصراحه. المهم ان انا جالي تليفون على الموبايل رقم غريب برايفت نمبر، فوجئت مين بيكلمني بقى؟ افندينا الخديوي توفيق بيقول لي ياسر بك اطامش هذه اشاعه مغرضه ومؤامره دنيئه لافساد الندوه، ولا توجد عاصفه ولا يوجد اي شيء وطمئن. احنا النهارده يعني انا سعيد جدا ان احنا بنلتقي في ليله جديده من ليالي الف ليله او ليالي حكايات عم اطامش في قصر الاميره خديجه بنت افندينا الخديوي توفيق، واخت افندينا الخديوي عباس الثاني، وزوجة البرنس عباس حنين، واللي اقامت هذا القصر سنه 1895 يعني من 130 سنه، واقامت فيه تقريبا حوالي 7 سنين. وسنه 1902 تبرعت بهذا القصر لوزاره الصحه علشان يكون مصحه او مستشفى، لان كانت حلوان طبعا مشهوره في الوقت ده ان هي جوها نقي والناس وصحي، والناس بتيجي هنا عشان تشفى من امراض كثيره خصوصا الامراض الصدريه. الحقيقه ان الخديوي توفيق كان ناوي يحضر، بس جاله ميتنج مع اللورد كرومر والمندوب الثاني البريطاني، وكلفني ان انا ابلغكم
تشكراته واحتراماته، سلاماته، قبلاته، كومنتاته ولايكاته. نبتدي نقول البداية التقليدية اللي بحب أقدم فيها نفسي. معكم العبد الفقير لله راجي عفو مولاه، العائش على الهامش، الشاعر الساخر ياسر ابن خطاش. أنا رجل غريب في زماني، أعيش بذكرياتي في الأغاني، وأعشق أم كلثوم وأهفو إلى ليلى مراد وأسمهاني، وأرجوز لمحمود شكوك، وأهوى الفن في عصر الريحان، وأصحابي هم رامي وناجي وبيرم والنديم وأصفهاني، وفي زمن الشكوش وحمو بيك أراني كم أعاني ما أعاني. وبعد ظهور كزبرة زودت بيت كمان وقلت ايه، وفي زمن الشكوش وحمو بيك وكزبرة فآهي وآهي يعني. أهلا وسهلا بيكم بعصر الأميرة خديجة التابع لقطاع التواصل الثقافي مكتبة الإسكندرية. النهاردة احنا موجودين في أمسية شعرية ثقافية فنية بصحبة المهندس الشاعر ياسر أطامش في مجموعة ندوات إن شاء الله هيبتدي يستضيفها قصر خديجة بعنوان حكايات العم أطامش. وأول حكاية النهاردة هيحكيها لنا الأستاذ الشاعر ياسر أطامش عن حلوان مدينة الأمراء والبشوات. حلوان مدينة ثرية جدا بتاريخها، بأفرادها، بشوارعها، بمبانيها، وكان لازم يعني حد يكلمنا ويحكي لنا عن الحدوتة دي. فالبشمهندس ياسر أطامش تفضل مشكورا بأن هو دور في المكتبات وطلع بمجموعة محترمة من المعلومات والوثائق والنوادر عن تاريخ حلوان، هيحكيها لنا النهاردة في اللقاء، وإن شاء الله تتكرر بشكل شهري. هيكون في صالون العم أطامش في قصر خديجة. وبالمناسبة دي أنا بدعو كل أهل حلوان إن هم يشاركونا في فعالياتنا وأنشطتنا ولقاءاتنا الثقافية. القصر بيقدم مجموعة كبيرة جدا من الفعاليات للكبار والصغار، فأتمنى وكلها مجانا، فأتمنى إن أهل حلوان يستفيدوا من هذا النشاط ويحضروا معانا ويشتركوا معانا في كل الأنشطة إن شاء الله. وشكرا جزيلا لحضرتك. تعالوا بقى دلوقتي نركب آلة الزمن ونرجع إلى يوم 10 يناير سنة 1891. 10 يناير 1891. اشمعنى اليوم ده؟ في اليوم ده الخديوي توفيق جاء حلوان ومعاه الركب بتاعه، زوجته أم المحسنين اللي هي أمينة هانم بنت إلهامي باشا، ومعاه أولاده الأمير عباس الثاني اللي هو الخديوي بعد كده، الأمير محمد علي توفيق اللي هو كان ولي العهد وصاحب القصر المشهور في المنيل، ومعاه أيضا ابنتيه الأميرة خديجة والأميرة نعمة طبعا، ومعاه النديم بتاعه أو السمير اللي هو كان اسمه الشيخ علي الليثي. الشيخ علي الليثي ده كان من الظرفاء وكان نديم الخديوي وسميره. والحاشية جت بتاعت الخديوي وتوجهوا إلى تياترو حلوان يوم 10 يناير 1891. وكان في عرض في تياترو حلوان، والخديوي قاعد يتفرج على العرض، انسجم قوي وانبسط لما لقى طفلة صغيرة عندها 8 سنين بتمشي على السلك وبتعمل حاجات ألعاب أكروبات. فقعد يقهقه ويقول عفارم عفارم، شيكوزال شيكوزال، وكان مبسوط جدا. بالمناسبة دي الخديوي توفيق كان عنده نزعة فنية، كان بيحب ألعاب خيال الظل والحاوي والبهلوان، وكان بيحضر العروض المسرحية بتاعت الشيخ سلام حجازي. ولأن ما كانش في وقتها أيام الخديوي لا سينما ولا إذاعة ولا فيسبوك ولا بتاع، فهو كان يعني بيقضي وقته في إن هو يروح للشيخ سلام حجازي لو عايز يعني حاجة ترفيهية يعني. وكان بيشجع إلى حد ما الفنون. ده جانب مقبول من جوانب الخديوي، لأن دايما الخديوي توفيق اللي في عهده تم الاحتلال وي وي وي.
لكن كان في جوانب جيده، يعني كان في جوانب احنا برضه بنحاول نبرز بعض الحسنات. اهلا يا عماد بيه. بنرحب باستاذ عماد مهران يا جماعه شيخ الازهريين، واهلا بحضرتك، شرفتنا ونورتنا، متشكرين. ونشكرك ان انت مجرد يعني وجودك خلى العاصفه تمر بسلام. هي عاصفه نكتب بس ما خرجتش من البيت. عندها ظروف صحيه. نكتب هدومها بس ما طلعت ايه؟ الحمد لله. والله اذا كان في يعني اشاعه عاصفه والعدد ده موجود، يعني احنا يعني نبقى موفقين جدا جدا، يعني نضرب العدد ده في 3 أو 4 لو ما كانش في عاصفه. برحب برضه بالباحثه ايه وليد، الباحثه تاريخيه وليها يعني حاجات جميله انا بتابعها دايما. الخديوي توفيق كان بيحب حلوان، واعتقد ان هو يعني ورث عشق حلوان عن ابوه الخديوي اسماعيل. لان الخديوي اسماعيل لما نتكلم عنه هو الاب الروحي لمدينه حلوان. ولسه دي المحطه الجايه اللي هنتكلم عن الخديوي اسماعيل، لكن توفيق كان يعني ورث عن ابيه عشقه لمدينه حلوان. كان ليه قصر هناك، هذا القصر اعتقد ما زال موجود، تحول لمدرسه تجاره تقريبا. ومن ضمن الصور اللي هنشوفها ان شاء الله صوره القصر بتاع الخديوي توفيق. احنا ممكن احنا كنا مرتبين انا والاستاذه هناء الصور. دي الاميره خديجه اللي هي صاحبه هذا القصر، واحنا زي ما قلنا ان هي اقامت هذا القصر سنه 1895 واحنا في 2025 يعني من 130 سنه. وهي كانت سعيده جدا لما بلغتها بالندوه بتاعتنا، ودول بس ظروفها يعني ان هي في اسطنبول كانت جت. الصوره الثانيه اللي بعد كده الخديوي اسماعيل، بس هنأجلها شويه هنرجع لها تاني بالتفاصيل. كان في صوره الخديوي توفيق ده اللي هو كان بيعشق حلوان، وفي عصره يعتبر يعني العصر الذهبي لحلوان كان في عصر الخديوي توفيق. بنى القصر بتاعه، ومن كتر عشق الحلوان عمل ايه بقى؟ عمل شويه حاجات كتيره جدا. نقول منها بعضها. اولا كلف الفرقه الموسيقيه الخديويه ان هي تعزف كل يوم جمعه في حلوان علشان تعمل ترفيه للسكان وتشجع الناس ان هم يجوا يقعدوا في حلوان. في عهد الخديوي توفيق انشأت محطه قطار حلوان سنه 1889 اللي كانت في باب اللوق. يعني بعد كده دخلت ضمن مترو الانفاق، لكن كان في محطه اسمها محطه قطار حلوان من باب اللوق وامر بتنظيم مواعيد القطارات ذهابا وايابا. وامر ايضا بزراعه الاشجار على الطريق ما بين حمامات حلوان والنيل. وتم تخطيط شوارع حلوان وتقسيم اراضيها وتوزيعها على كبار القوم وعليه المجتمع وموظفي المعيه اللي هي الخديويه لتشجيعهم على اقامه القصور والسرايات الانيقه بحلوان. يعني الحديث انا مش عايز استفرد في الكلام كتير، وافضل ان احنا نسمع فقره فنيه غنائيه كده يعني ترتب مشاعرنا واعصابنا من الفنان الجميل استاذ وليد، وكلنا نسقف له ونشجعه ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أحمد وحيد، مدير عام إدارة حلوان التعليمية السابق. طبعا أنا النهاردة موجود في قصر خديجة، وقصر خديجة يمكن من الحاجات اللي فيه ناس كتير في حلوان ما تعرفش يعني إيه قصر خديجة. يعني في ناس كتير مش عارفة هو فين قصر خديجة. يعني النهارده مثلا وانا بقول لناس انا رايح قصر خديجه، يقول لي هو فين قصر خديجه. انا عايز اعرفكم بسرعه كده قبل ما اعرفكم على اليوم بتاع الفعاليه النهارده. قصر خديجه، خديجه دي بنت الخديوي توفيق. الخديوي توفيق لما كان بيعالج بنته اللي هي خديجه، فحبت الاميره امينه والده الاميره خديجه ان هي تبني لبنتها قصر في حلوان، علشان هي كانت بتقوم بالاستشفاء هنا عندنا في حلوان. فاشترت الارض دي، الارض اللي احنا شايفينها دي كلها كده، اشتريتها ب 6000 جنيه. اشترت الارض كلها ب 6000 جنيه، وصرفت للمباني 150 جنيه ذهب. يعني صرفت على المباني دي 150 جنيه ذهب، تمام. وبعد كده لما بنتها ربنا عافاها وشفاها، اتبرعوا بالقصر دوت الى وزارة الصحة، وكان اللي بيجي بقى يعمل استشفاء في حلوان بيبقى موجود هنا في القصر. بعد كده اخدوا الحي، وكان مبنى للحي قبل كده، وبعدين اخدناه تبع مكتبة اسكندرية. وانا ليا الشرف طبعا ان انا افتتحت هذا القصر وهذا المتحف، افتتحته بعد التجديد بتاعه مع دكتور مصطفى الفقي، وجالنا فعلا وجالنا ناس من مكتبة اسكندرية، وكنا من حوالي 7 سنين هنا في افتتاح هذا القصر. انا عايز اقول لكل حلوان زوروا قصر خديجة وعلموا ولادكم الحاجات اللي موجودة في قصر خديجة. هنا موجود كل انواع الثقافة اللي انتوا بتدوروا عليها. هنا موجود ازاي تعلم ابنك الموسيقى، ازاي تعلمه يكتب، ازاي تعلمه يبقى شاعر، ازاي تعلمه ينتج اللي هي الحاجات الحرف اليدوية وغيره، ازاي تعلمه يغني، ازاي تعلمه في مسرح، ازاي تعلم. بأمانة انا من هنا انا بشكر القائم على القصر اللي هو الدكتور أيمن، ما شاء الله شعلة نشاط. وطالما قلنا شعلة يبقى لازم نشكر الدكتورة هناء شعلة، لأن هي فعلا شعلة نشاط في القصر. والنهاردة طبعا أنا جاي بحضر الندوة بتاعت الأستاذ ياسر قطامش، الشاعر الجميل اللي هو يعني كلمنا كتير عن حلوان. ولكن عايز أقول حاجة يا جماعة، لما تجيب حد من بره حلوان يتكلم عن حلوان غيرك انت لما تكون ابن حلوان وتتكلم عن حلوان. عشان كده احنا بنقول لأبناء حلوان يا جماعة نحط ايدينا في ايدين بعض، نساند بعض، نحب بعض، نتجمع كلنا على كلمة واحدة بس، هي إعادة حلوان لرونقها. إعادة حلوان. احنا النهاردة لما نيجي نشوف حلوان، لا حلوان باظت بقت خرابة، لازم نرجع حلوان تاني، حلوان الجميلة، حلوان بلد البشوات. النهاردة احنا لما يقول لك مين كان ساكن حلوان، رستم باشا، منصور باشا، رايل باشا، مصطفى فهمي باشا، عبد الله عزام باشا، المراغي باشا، مين دول؟ مين دول؟ ومين اللي ساكنها دلوقتي؟ يا جماعة احنا لازم نحط ايدينا في ايدين بعض عشان ترجع حلوان. محدش هيحب حلوان قد ولاد حلوان، وانا مش عايز حد ينطلي ويتكلم عن حلوان. احنا عايزين اللي يتكلم عن حلوان يبقى ابن حلوان. شكرا. واخيرا زوروا قصر خديجة، زي ما انا بقول زوروا متحف ركن فاروق، زوروا الجنينة اليابانية، زوروا الكبرتاج، زوروا حلوان جميلة، وجميلة بناسها وبأهلها الطيبين. شكرا، كل سنة وانتم طيبين. نرجع لحلوان التي تبارى الأمراء والبشوات في الإقامة فيها. الحقيقة أسماء شوارع حلوان تدل على من سكنوها من العظماء. على سبيل المثال، طبعا لو قعدنا نعد مش هنخلص يعني، لكن هنقول أمثلة سريعة: رياض باشا، شريف باشا، نوبار باشا، حيدر باشا، راتب باشا، في برضه مصطفى باشا فهمي، ده كان رئيس النظار يعني رئيس الوزراء في عهد عباس الثاني، ووالد صفية زغلول زوجة سعد زغلول. في عدلي باشا يكن كبير اليكنية،
رئيس وزراء مصر في عهد الملك فؤاد، شيخ الازهر مصطفى المراري مسجد المرابي هنا. برضه كان من سكان حلوان. في واحد اسمه رايل باشا، ده طبيب نمساوي كان طبيب الخديوي اسماعيل. رايل باشا. بالاضافه لهؤلاء في طبعا محمود سامي البارودي، هو جه اقام هنا بعد عودته من المنفى. لما رجع من المنفى سنه 1899 كان ظروفه الصحيه طبعا راجل مسن كبير وكان فقد بصره، فقالوا له اقعد في حلوان عشان الجو بتاعها صحي وجو يعني يناسب سنك. الشيء الغريب ان انا لقيته وهو يعني فقد بصره وكفيف عمل قصيده اسمها غاده حلوان، وقعد يتغزل في واحده سماها غاده حلوان. طب انت راجل كفيف لا مؤاخذه يعني عمال تتغزل في غاده حلوان وتوصف حلوه. مسيرته منوره. يعني يمكن عامل زي بشار بن برده اللي هو الشاعر الاعمى ده لما كان بيقول ايه الاذن تعشق قبل العين احيانا، فهو كان بيعشق بالاذن. وطه حسين يعني. وطه حسين. في برضه حافظ بيه ابراهيم طبعا كان من سكان حلوان برضه في اخريات عمره. ولنا وقفه مع حافظ ابراهيم وواحد تاني من الظرفاء اللي كانوا ساكنين في حلوان او من عشاق حلوان اسمه محمد بيك البابلي. محمد بيك البابلي ده كان من الظرفاء اللي ساكنين في مدينه حلوان، وكان والده جواهرجي الاسره الخديويه، يعني والده كان ثري جدا، كان الجواهرجي بتاع الخديوي والاسره الخديويه. المهم ان محمد بابلي ده كان من عشاق حلوان وليه نوادر كتيره قوي، هنقول بعض منها على سبيل ترفيه يعني. من نوادر محمد بيك البابلي ان هو بعد ثوره 19 حصل انشقاق في حزب الوفد. فبقى في سعديين تبع سعد باشا وعدليين تبع عدلي يكن. عدلي يكن انشق عن سعد. فكان الناس طبيعي قبل واحد يقابل الثاني يقول له ايه انت سعدست ولا عدلست؟ يعني انت تبع سعد باشا ولا تبع عدلي باشا؟ فواحد قابل بابلي قال له انت سعدست ولا عدلست؟ قال له انا لا سعدست ولا عدلست، انا فلست. في برضه طرفه اخرى عن محمد بيك البابلي ان هو كان معاه عصايه ابانوس شيك جدا وغاليه وقيمه يعني حفر عليها حرفين من اسمه ميم ب محمد البابلي. ففي يوم كده قاعد مع مجموعه اصدقاء، فواحد صديقه كده والعياذ بالله تلم ولحوح قعد يتغذى في العصايه. العصايه دي حلوه قوي يا محمد، دي جميله قوي، منتظر على عاده اهل زمان يقولوا طب خدها هديه. فالبابلي طبعا طنش لانها عصايه قيمه جدا. فالراجل اخر ما زهق قال له ما تديني هديه بقى يا محمد بيه. قال له ما اقدرش اديها لك هديه. قال له ليه؟ قال له اصلها مش بتاعتي. قال له ازاي مش بتاعتك ومحفور عليها حرفين من اسمك ميم ب يعني محمد البابلي؟ قال له لا وانت الصادق ميم ب يعني مش بتاعتي. وفي نقطه بعد حضرتك اتفضل. مهمه يعني قبل ما نتجاوز مرحله شوارع حلوان يعني انه يعتبر من اهم شوارع القاهره الكبرى شارع منصور يكن. شارع منصور ده اهم شوارع حلوان من اهم شوارع القاهره كلها. لان هو في العصر الخديوي، عصر الخديوي اسماعيل. منصور يكن ده منصور باشا يكن كان وزير المعارف وكان زوج بنت الخديوي اسماعيل. وكان شارع منصور ده ممتد من حلوان لحد ميدان الاسماعيليه اللي هو الان يطلق عليه ميدان التحرير. كان ممتد من حلوان لحد ميدان التحرير. طيب ما ايه هو مكانه دلوقتي؟ مترو حلوان هو ده شارع منصور، كان ممتد من اول حلوان لحد شارع محمد محمود، وبعد كده يخش على التقاطع على شارع ميدان الاسماعيليه اللي هو الان ميدان التحرير واسم ميدان النهضه. وفي غير بقى شارع منصور عندنا ايمن منصور. على فكره ليه بيت هنا في حلوان بس انا قلت الكلام ده مره في التلفزيون. نرجع لمحمد بيك البابلي. بيقول له من النوادر بتاعته واحد صديقه اتحال على المعاش، وبعد ما اتحال على المعاش كل ما يشوف البابلي ونبقى محمد بيه اديني جنيه سلفه، سلفني نص جنيه، سلفني ريال،
فزعل منه، قال له يا عم هم حالوك على المعاش ولا حالوك عليا؟ نيجي بقى الحافظ دي بعض طرائف، يعني الببلي ده لو قعدنا نتكلم عنه ده عايز ليله لوحده يعني. حافظ ابراهيم بقى كان برضه من الظرفاء وكان ليه طرائف كتيره، هنقول نماذج منها. واحد برضه زي اللي اتحال على المعاش ده استلف من حافظ ابراهيم ريال. الريال ده سنه 20 كان حاجه كبيره جدا. يعني سنه 50 فيروز غنت معانا ريال معانا ريال، ده مبلغ عال ماهوش بطال. نروح في الحال على البقال وقعد بقى كل ريال ده تجيب ليه حاجات كتيره قوي. ده سنه 50. جت الشهر كله. سنه 20 بقى طبعا الريال كان حاجه يعني ثروه يعني. فالراجل اللي استلف الريال ده زوغ من حافظ ابراهيم وبقى يتهرب منه علشان ما يشوفوش يقولوا له الريال. بس بالصدفه كده حافظ ابراهيم قابله في يعني في حفله او في سهره او بتاع، فقابله قفشه يعني. فالراجل قبل ما حافظ يقول له الريال قال له انت ساكن فين يا حافظ بيه؟ قال له ليه؟ قال له عشان ابعت لك الريال اللي انا استلفته. اداله العنوان. وبعد كده شهرين ثلاثه برضه الراجل اختفى. برضه اتقابلوا صدفه. حافظ قفشه قال له عنوانك ايه يا حافظ بيه عشان ابعت لك الريال؟ اداله العنوان. تكرر هذا الموقف عده مرات. في اخر مره بقى الراجل بيقول له حافظ عنوانك ايه عشان ابعت لك الريال؟ قال له عنواني قرفة المجاورين. قال له معقوله انت ساكن في القرفه؟ قال له لا انا دلوقتي مش ساكن فيها، بس تعالى ما تبعت لي الريال اكون ساكن هناك. بره كان حافظ والبشري، الشيخ عبد العزيز البشري ده برضه كان من الظرفاء. كانوا معزومين في مأدبة أو حفلة أو بياكلوا يعني وكده، الشيخ عبد العزيز البشري خلص أكله ودخل يغسل إيده، فعلق الجبة بتاعته، كانت جبة سوداء، علقها على باب الحمام ودخل يغسل إيده. فحافظ راح رايح عايز يعمل فيه مقلب، راح ماسك صباع طباشير ورسم حمار على الجبة السوداء دي. فالبشري طلع لقى حمار مرسوم على الجبة بتاعته، فبص كده في الحمار وقعد يبص في اللي قاعدين جوه، قال لهم مين فيكم بقى اللي مسح وشه في الجبه؟ برضه حافظ والبشري راحوا حديقه الحيوان. فواقفين قدام الباب، فهما الاثنين ظرفاء. فالبشري بيقول لحافظ ليه؟ ما تخشش حديقه الحيوان احسن يحجزوك جوه. على اساس ان هي حديقه حيوان وهو حيوان. فقال له انت بقى مفيش خوف عليه. قال له ليه؟ قال له جوه زيك كتير. هنقول ندرة مرتبطه في ذهني بحاجه حلمنتيشي كتبتها زمان. كان شوقي وحافظ كما نعلم ان هي اصدقاء. ما شاء الله ده العاصفه جابت ناس كتير قوي. اعتذار للاستاذ ياسر طبعا. ايوه. فنان سيد عمر ده اول لما يقارنوه بحافظ، يعني هو فين وحافظ فيه، وحافظ فيه داخله بيغير جدا من شوقي وبيرى ان هو اولى منه بان هو يبقى. كانوا بيستغلوها رفقاء السوق، كانوا بيسخنوها على بعض، بس هم كانوا بيحبوا بعض جدا. هما كانوا بيحبوا بعض. لكن في غيره داخليه في النفوس. حافظ ابراهيم قاعد يوم في مجلس يضم بعض المقربين ليه جدا. فقعدوا يعني يتباهوا بقصيده شوقي اللي كان ناشرها في هذا الوقت، اللي بيقول فيها ما لو احتجب ودعوا غضب ليت هادري يشرب السما. وقالوا دي قصيده عظيمه، دي فتح جديد في عالم الشعر وما حصلش زيها في تاريخ الادب العربي ولا الشعر فحافظ دمه اتحرق، كان كاتب نفسه قال لهم ايه يعني اللي شوقي بيقولوا ده؟ ايه البتاع اللي بيقوله؟ ما لو احتجب ودعوا غضب ليس هادري يشرب السما. طب انا اقول احسن منه، اقول ما لو انخبط ودع العبط ليت هادري يبلع الزلط. فانا رحت كاتب حاجه بقول ايه؟ قلبي انخبط، عقلي اختلط، من جميلة تشبه القطط، قد سألتها قبلة فقط كان ردها بطل العبط. لا تعد هنا يا لئيم قط، لا تكن كما ضفدع ينط، وافتكر أبي فيك كم شخط
عندما رأى شكلك الغلط. بسم الله الرحمن الرحيم. مع حضرتك انا مدام عبير الدالي من حلوان. طبعا احنا من اساسيات حلوان هنا. طبعا النهارده احنا بنتشرف بوجودنا في قصر خديجه عشان ندوه للمهندس والفنان الشاعر ياسر قطامش. طبعا النهارده كانت الندوه بالنسبه لحلوان وكل حاجه النهارده ضافها لنا كنا ما نعرفهاش احنا عن حلوان واساس حلوان وحاجات كتير فعلا كنا ما بنعرفهاش. والنهارده شكرا بجد لقصر خديجه لكل الثقافة اللي بينشرها بالنسبة للمرأة وللطفل. يعني قصر خديجة شامل لكل حاجة، أي ندوات أي حاجة بتتعمل بجد احنا بنكون فخورين بيها جدا في قصر خديجة. وبيرحب دايما بكل أي حد عايز يجيله بينشر الثقافة والفكر. المكان اللي احنا فيه ده قصر خديجة إضافة نوعية لحلوان. المكان ده بيقدم حاجات احنا بنفتقدها كتير قوي وكلها بالمجان. يعني حاجة على مستوى الأطفال، حاجة على مستوى الشباب، حاجة على مستوى المرأة، كلها مجالات احنا في حلوان كناس مواليد حلوان محتاجينها. يعني كل الورش اللي بيعملوها وكل الحاجات ربنا يعني يجازيهم خير مكتبة اسكندرية وقصر خديجة. بالنسبة للفعالية احنا موجودين فيها النهاردة اللي هي بتاعت مهندس ياسر قطامش. طبعا دي راجل غني عن التعريف، شخصية تاريخية، راجل بحر في التاريخ. فالنهارده هو الراجل وشاعر. فالنهارده الراجل سبحان الله يعني قعد كلمنا عن حلوان اللي احنا اهل حلوان في مواقف كتيره جدا احنا ما نعرفهاش من ايام الفراعنه مرورا بالحقبه بتاعت التاريخ الاسلامي، وان كان عمر بن عبد العزيز 5 خلفاء راشدين واحد متربي عاش طفولته هنا هوت، وبعد كده يكمل على الاسره بتاعت محمد علي وايام الخديوي وعباس حلمي الثاني من الناس اللي اتولدوا هنا وكل وظهور عين حلوان وازاي والليكوندات اللي اتعملت والمصحات اللي اتعملت والبشوات اللي سكنوا هنا. فيعني كانت معلومات قيمه جدا. يعني فهي ندوه صراحه لا يعني اضافه قويه جدا. يعني مساء الازهار والفل والاشعار. معكم العبد الفقير لله راجي عفو مولاه العايش على الهامش الشاعر ياسر ابن قطامش. في الحقيقه انا سعيد جدا جدا بوجودي النهارده في هذا المكان الاثري الجميل قصر الاميره خديجه. القصر ده طبعا اتعمل من حوالي 130 سنة وتبرعت به الأميرة خديجة بعد إقامته بعدة سنوات لوزارة الصحة وتم تجديده. وبعد يعني حاليا بقى منارة ثقافية وفي عدة أنشطة بتقام في القصر وورش. ودي أول مرة بالنسبة لي إن أنا أقيم صالون حكايات العم قطامش، وعشان كده وبهذه المناسبة اخترت عنوان يتناسب مع المكان والعبق التاريخي حلوان مدينة الأمراء والبشوات. طبعا صعب جدا أو مستحيل في محاضرة مدتها ساعة ونص أو ساعتين إن أنا أجمع تاريخ حلوان كله، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. احنا اتكلمنا عن حلوان بالسرعة بداية من العصر الفرعوني وبعدين في العصر الأموي أيام عبد العزيز بن مروان أما أقام في حلوان لأنها كانت آمنة وصحية وخالية من وباء الطاعون، ومرورا بقى بالفترة الذهبية في تاريخ حلوان اللي هي بداية من الخديوي إسماعيل وابنه الخديوي توفيق اللي عملوا الحلوان اللي احنا عارفينها دلوقتي واللي بنشوفها دلوقتي. ومعظم الحمامات والأثارات والحاجات القديمة اللي موجودة بيعود تاريخها إلى الخديوي توفيق والخديوي إسماعيل. وشوارع حلوان تدل على أن الذين سكنوها كانوا من كبار العظماء في عصرهم، أمراء، بشوات، أسماء كتيرة جدا جدا، يعني حيدر باشا، ثابت باشا اليكنية، عدلي باشا يكن. سكان حلوان المشاهير كمان كان حافظ إبراهيم شاعر النيل، الشاعر محمود سامي البارودي، ألمظ وعبد الحمولي.
يعني مدينة جميلة وفيها عبق تاريخ وفيها زخم ثقافي. المكان جميل جدا جدا جدا، وأنا سعيد بوجودي في حلوان مع أهالي حلوان، وإن شاء الله يكون في عودة في الأيام القادمة لنكرر هذا الصالون حكايات العم أطامش. وشكرا تلفزيون حلوان على هذه المداخلة الجميلة.